احنا عاوزين نروح معاكي نقطه ان بعض الناس اللي خدت جلسات للاطفال بتقنيه معينه حضراتكم محضرينها، بيرجع الطفل متزن نعرف نتعامل معاه، وبالتالي انتاجه بيبقى احسن وانا مطمن عليه ومش خايفه. احنا عندنا اطفال كتير في المراكز عندنا بتتعالج. عندي كمان حالات لما الاطفال دي اتحسنت، يعني كذا حاله عندهم اللي هو الطفل المنغولي كانش بيتكلم كويس. أيوة. وكان استجابته للتخاطب ضعيفه. لكن طيب ما انا المراكز بتاعت الكلام ما انا احسنها في المخ. صح. الام مع جلسات التخاطب جت تقول لا، ابتدى يستجيب كويس لجلسات التخاطب. أيوة. في برضو امهات جابت لي بنتها بانها تايهه ومش عارف مع انها كبيره عندها 17 سنه. أيوة. لا هناخد، وبالفعل اخدنا. لا ابتدت تقول لا الحمد لله، ابتدت تحسب كويس، ابتدى تركيزها كويس، متفاعله معانا. فاحنا بنقول لا، اولا ان الاكسجين النشط بيحسن خلايا المخ، الكفاءه بتاعتها، لان خلايا المخ اللي بيموت فيها ما بيتحسنش. لكن احنا بنلعب على الخلايا اللي كفاءتها قليله. 10 20% بشحن زي بطاريه الموبايل، برفع الكفاءه بتاعتها ل 70 80%.